بصوا بقى الحلاوة والجمال. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل. مفيش لا أحلى ولا أروع من كده. عايزاكم تشوفوا الطريقة وتتابعوا معايا الطريقة وتقولوا لي رأيكم. بصوا جميلة جدا جدا جدا، وهقول لكم على أهم التكات بتاعتها. أول حاجة كده هنجهز العصاج مع بعض. هنعصج اللحمة. أول حاجة حطيت معلقتين كده من السمنة، وهنا كنت مقطعة بصل. أنا مش فارماه قوي في الكبة، أنا مقطعاه كده خشن شوية. هصفر كده البصلة شوية. اول حاجة في الخطوة دي انا بحب جدا احط معاها ملح. البصلة كده بيخليها تنزل ميتها وبتبقى حلوة جدا. جربوا حركة الملح مع البصل دي. وبعد كده هنا البصل اصفر معانا، حطيته كده على جنب في الطاسة. اهم حاجة تكون الطاسة واسعة عشان اعرف اعمل كده. حطيته كده على جنب، وهنا هعصج اللحمة، هديها صدمة الاول لوحدها، وبعد كده هبقى ابتدي ان انا احط الاتنين مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هقلبها شوية، هخليها تاخد كلها كده اللون، اديها صدمة وتاخد لون كده كلها. هنا بعد ما خدت لون كده كلها هبتدي بقى ان انا امزج البصل مع اللحمة. وهنا الحركة بتاعت اللحمة المفرومة دي بتخلي اللحمة يعني تمتص المية بتاعتها. اي سوائل ما فيش سوائل بتنزل منها. هنا حطيت فلفل اسود، وهحط بهارات لحمة اللي هي او ال7 بهارات زي ما انتوا حابين. هي بس البهارات اللحمة بتبقى زيادة شوية عن ال7 بهارات، بيبقى فيها بهارات اكتر. هنا بشرت بقى حبة جوز الطيب، وانا مش بحط اكتر من كده. معاها واحدة مرقة دجاج، ومش بحط اي توابل تانية. هي العصاج بتاع اللحمة فلفل اسود وبهارات لحمة او ال7 بهارات وجوز الطيب وواحدة مرقة دجاج او اللي هو الماجي. وهبتدي اقلب كل دول مع بعض كده. بصوا لو تلاحظوا مفيش اي ميه نازله من اللحمه، واللحمه جميله وحلوه ومفيهاش اي ميه نازله منها. هنا بقى زودت واحده فلفل رومي. هنا انا بحطها بس عشان اعلي القيمه الغذائيه بتاعتها مش اكتر. لو عندكم اطفال وكده، عشان لو هما مش بياكلوا خضار، فحطي الحاجات دي في قلب الاكل بحيث ان هما ما ياخدوش بالهم منها وفي نفس الوقت ياكلوها. وهنا انا كنت عامله على جنب معلقه زيت وحاطه فيها عصير طماطم. هنا بخلي الصلصه دي كده تتسبك مع بعضها احسن ما احط صلصه اللي هي المعلبه. انا مش بحب احط صلصه معلبه خالص. انا بعمل الصلصه دي كده وانا واقفه بعمل العصاج عادي جدا. هنا بقى هعمل البشاميل. هنحط شويه كده من السمنه وشويه من الدقيق. انا مش بعاير بالظبط، بس انا بحط زي ما انتم شايفين كده. يعني مثلا لو 5 معالق سمنه بحط عليهم 5 معالق دقيق، لو 4 معالق سمنه بحط 4 دقيق، على حسب انت هتعملي كميه قد ايه. انا هنا كنت تقريبا حاطه 6 معالق من السمنه، حطيت عليهم 6 معالق من الدقيق. والخليط زي ما انتوا كنتوا شايفين انا ولا بتقله قوي ولا بخففه، لان انا هنا كنت عايزاها تقيله شويه، ما كنتش عايزاها جوسي قوي. لو عايزينها جوسي قوي خلوها زي ما انتوا كنتوا شايفين اللي هي في الاول خالص، ان هي تكون صلصه كده شويه. وهنا بعمل تركه تانية، ان انا بحط من دي مش ميه، دي ميه المكرونه، ميه سلق المكرونه. انا بحب اضيفها جدا في البشاميل، بتبقى حلوه جدا جدا. ودي التركه اللي عايزه اقول لكم عليها، بتخلي البشاميل في حته تانية حرفيا. وهنا حطيت واحدة مرقة دجاج، وحطيت شوية من بهارات اللحمة او ال7 بهارات. وهحط فلفل اسود او فلفل ابيض، وهحط كمان ملح. يعني اظبطوا الملح بقى زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا بتحبوا. وكنت حسيت بعد كده ان هي لا عايزه ملح تاني، فزودت واحده مرقه دجاج كمان. ولو في اي جبن عندك، سواء جبنه موتزاريلا او كيري، ممكن تحطي برضو، بتعلي الطعم جدا. او قشطه برضو بتبقى حلوه جدا. هنا بقى انا برضو بحط مع المكرونه كلها بعد ما بسلقها، بحط عليها حبه من البشاميل وبسيب بقيته على جنب. وبحط برضو يعني بقسم البشاميل ده نصين. نص حبه بحط منهم على المكرونه كلها. يعني بصوا هنا لو تلاحظوا المكرونه نفسها عليها بشاميل. وبعد كده هحط بقى البشاميل كله. وهنا برضو كنت واخده معلقتين من البشاميل، بحط عليهم بضايه، وبحط عليهم
شو اللي هنا بعمل الحركه دي لما بيكونش عندي موتزاريلا. لو في موتزاريلا حطي على الوش موتزاريلا، بتبقى حلوه جدا. لو ما فيش زي كده، انا حطيت عليها معلقتين بشاميل، حطيت عليها بضيه، حطيت عليها رشه ملح وحبيت فلفل اسود وقلبتهم مع بعض، وهبتدي احط على الوش. دي اللي بتديها اللون اللي انت شفتوه في اول الفيديو ده، بتبقى حلوه جدا وجميله. جربوا برضو الخطوه دي، ومش بتعمل مفيش اي زفاره في البيض ولا اي حاجه، ما تخليش فيه زفاره، بيبقى طعمها جميل جدا. هنا بقى هفرك كل ده عليها من فوق، وهبتدي ان انا ادخلها بقى بعد كده الفرن. ادخلها الفرن واولع عليها، بس لو انتي حاطه في بايركس كده زيي خلي بالكم. بس كده، باي باي يا حلوين.